السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وأفضل حال. كل سنة وأنتم طيبين. فيديو جديد النهاردة إن شاء الله، هنتكلموا فيه عن حاجات كتير. الفيديو ده عبارة عن ميكس حاجات كتير، هنتكلموا في مواضيع وهنتكلموا برضه في الحمام، وفي شوية نصايح وفي سؤال للمشاهدين إن شاء الله في آخر الحلقة. ده لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا أو المتابعين لينا. فأتمنى يا رب الفيديو يكون كويس النهارده إن شاء الله ويعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اعمل لايك، ولو أول مرة بتشوفنا اعمل اشتراك في القناة ونبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا رجالة، احنا النهاردة كده بإذن الله في شوية حاجات كده. فيديو مش مترتب، أنا ما رتبتش ولا عامل سكريبت ولا عامل أي حاجة. الفيديو ده ميكس، تقدر تقول كده. ممكن أرد عليك في حاجات عن الفيديو اللي فات، وحاجات هقولها لك النهاردة، وسؤال هسأله لحضرتك. أولا احنا خلاص داخلين على موسم الحر والصيف. اول حاجه عايز اقولها لك، الوقايه خير من العلاج. الفيديو ده مش فيديو علاجات، ده نصيحه بس كده بقولها لك في الفيديو. انت عارف طبعا ان انا في كل فيديو لازم بقول لك نصيحه، يا اما بقول لك معلومه. تمام، لازم تستفيد معايا في الفيديو. اول حاجه يا شباب، في الصيف حتى لو بتفرخ او مش بتفرخ، عندك حمام بشكل عام، ايا يكن بتعمل بيه ايه، زغاليل او كبير، نظافه نظافه ثم نظافه ثم نظافه. تمام، نظف البيبان للحمام. مزقة المية دي لو تقدر في اليوم تغير لهم المية مرتين، تبقى عملت الصح مع حمامك ومع نفسك. تمام، عشان ما تجيش تشتكي من امراض الصيف، تقول لي جدري وتقول لي تنفسي وتقول لي مش عارف ايه. الوقايه خير من العلاج. نظافه هتريحك في حاجات كتير، بدل ما تروح تصرف علاجات وحمام يقع منك، حمام يتعب منك، وزغاليل كتيره تقع منك. فانت بغني عن الكلام ده كله. نظافه ثم نظافه ثم نظافه. تمام، ده اول حاجه قلناها. بصوا يا رجاله، بخصوص الفيديو اللي فات، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير. انا يا شباب لا بطلع ولا بحب اغلط في حد، ولا اخلاقي ولا تربيتي ولا مش عارف اقول لكم ايه، لا اخلاقي ولا تربيتي ان انا اطلع اغلط في اي حد. حتى لو الحد حتى لو الحد ده مضايقني او ايا يكن عامل ايه. بس انا كل ما هو في الامر ان انا طلعت عملت كذا فيديو، مش فيديو واحد. انا بعترف لشخص واحد، انا مش داير اغلط في خلق الله. هو شخص واحد انتوا طبعا كلكم عارفينه، وانا مش هذكر اسمه حتى في الفيديو. تمام، واتمنى ان انا ما اغلطش فيه تاني. هو بيجبرني ان انا اغلط فيه. وبرضه توضيحا، انا غلطت فيه ليه. الراجل ده طلع في بث مباشر مره على اليوتيوب ومره على التيك توك، او مرتين، او مره على اليوتيوب ومرتين او ثلاثه على التيك توك. ده غير طبعا على الخاص، على التيك توك على الخاص، الشتيمه شتمني انا شخصيا ووالدتي واهل بيتي. تمام يا شباب، كل فعل رد فعل. انا اتمنى ان هو ما يجبرنيش ان انا اعمل له فيديوهات ولا اغلط فيه. تمام يا شباب، ده انا جالي صداع بسبب الموضوع ده، وكل حد بعت لي تعليق مشكورا. فانا يعني احتراما للناس اللي بتعلق لي، احتراما ليهم ان انا برد عليهم، فانا تعبت عمال ارد على كل واحد شويه. تمام يا شباب، فالفيديو ده يا رب كله يشوفه، ويا ريت تعملوا شير يا شباب الفيديو ده عشان الكل يفهم الموضوع والقصه ماشيه ازاي. تمام، على فكره الفيديو ده مش جاي اتكلم في الموضوع ده، ده توضيحا للفيديو اللي فات. ده توضيح للفيديو اللي فات. تمام يا شباب، فاحنا كده ان شاء الله تالت حاجه في الفيديو ده ان شاء الله، هو اربع حاجات اتكلمنا فيهم. احنا اتكلمنا في حاجتين، نظافه، واتكلمنا في الفيديو اللي فات توضيح، وفي استباحه احنا عاملينها للزغاليل. ايه هي الاستباحه اللي احنا عاملينها للزغاليل؟ الميكس ده يا شباب، الميكس ده يا رجاله، الميكس ده بنعمل بيه يا شباب. الميكس ده احنا بنساعد بيه الزغاليل مع الاهالي. بنساعد بيه الزغاليل مع الاهالي. ليه؟ عشان الزغلول بسم الله ما شاء الله
يكبر بسرعه، تبقى صحته كويسه، ويعدي منك باذن الله على خير. تمام يا شباب. فاحنا تعالى ناكله كده يدوي كده الزغاليل قدام مع بعضينا، وبعد كده هرجع لكم في السؤال الحاجه الرابعه اللي في الفيديو ده. السؤال بصوا يا شباب، بصوا ده معلقتين، معلقتين بالمعلقه الصغيره دي. بصوا يا رجاله، وعليها شويه ميه فتره، مش ميه سخنه ولا ميه ساقعه، ميه فتره. تمام يا شباب. قلبوا كده كويس، مش الميه سخنه ولا ميه بارده من الحنفيه، فتره يعني الميه دافيه او كانت سخنه وبتسيبها تبرد لغايه ما تبقى ايه، مناسبه للزغلول. ما تتعبلوش، ما تتعبوش لو خد من الميه السخنه دي ممكن يتعب. بصوا يا رجاله، خلي كده ايه المعلقه دي كده على جنب. بصوا يا شباب، دي سرنجه. بصوا يا رجاله، جوه من الصيدليه السرنجه دي بتاعت تاكيل اطفال، بتاعت اطفال، مش السرنجه اللي هي الحقنه، لا بتاعت اطفال، تاكل بيها الاطفال الصغيره. تمام. وده كرتون جلوكوز. تمام تمام. طب مع بعضينا شوفوا عمل احسن. خليكم معايا نجيبوا ايه زغلول برضه، نطمنوا على الزغلول وافرجها لكم بايه حصلت وقت فيه. بصوا يا شباب، ده اول زغلول معانا يا رجاله اهو. ده الزغلول السكروت يا شباب اهو. اخوه فوق دلوقتي برضه هنجيبوه نفرجه لكم. استنى نعدلوه بقى قدام الكاميرا عشان الناس تتفرج. بسم الله ما شاء الله اهو. ده الزغلول السكروت. تمام يا رجاله. فاحنا ايه هنأكلوه مع بعضينا، ننزله الكاميرا عشان تشوفوا معايا. اعتقد كده ان شاء الله يبقى باين معانا. بصوا يا شباب، هنيجوا كده. بصوا يا رجاله، تسحب بالسرنجه، اسحب السرنجه لو هو الزغلول في العمر ده، اسحب السرنجه لغايه الاخر. تمام. شيلوا كده ده هنا. بصوا يا رجاله اهو، بنعدلوا الكاميرا اكتر عشان تبان اهو يا رجاله. بصوا يا شباب، برضه عشان الناس المبتدئه تبقى تفتح بق الزغلول كده، وبتدخل السرنجه كده، وبتروح جاي عامل كده. تمام يا رجاله، الموضوع بسيط جدا. ادي اهو الزغلول الاولاني. بص الكاميرا، بصوا يا شباب، ادي الزغلول الاولاني. تمام. طبعا الزغلول ده انا محضنه تحت القص العادات، مش هقول لك صوافات، العادات. تمام. هنرجعه عندهم ونجيبوا الزغلول التاني اللي هو عند اهاليه اللي هم السكرتون. خليكم معايا شويه كده يا رجاله. ادي يا رجاله الزغلول التاني اهو يا رجاله. تمام اهو، ايه اللي باين في الكاميرا اه يا شباب. تمام. برضه ناكلوه زي التاني. نزلوا بس الكاميرا، وناكلوه زي اخوه بقى. بصوا يا رجاله، برضه اهو تسحب كده سرنجه، هتيجي كده كده بتهيألي اوضح من المره اللي فاتت. بصوا يا شباب، برضه اهو الخرطوم اهو، تحط الخرطوم ده كله كده في بق الزغلول وتديله كده ايه، خد الاستباحه بتاعته. كده يا رجاله اهو خد الاستباحه بتاعته. تمام. والدنيا كده زي الفل. تمام يا شباب.
اهداء لمتابعينا ومشاهدينا الناس المحترمين. اهو يا رجاله كده عند الاهالي. كده تمام، كده الزغاليل خدت الاستراحه بتاعتها والدنيا زي الفل. بصوا يا شباب بقى، السؤال اللي بساله لحضراتكم، انا عايز اسالكم بصراحه سؤالين، سؤال عن الحمام وسؤال لحضراتكم. السؤال اللي هو لحضراتكم بس اتمنى اي حد شاف الفيديو ده او سمع السؤال ده، اتمنى ان هو يكتب لي في التعليقات سواء السؤال الاولاني او السؤال الثاني. السؤال الاولاني يا رجاله، لو انت جيت ايا يكن بقى في شغلك في الشارع على الميديا اي حاجه، وجه واحد سواء اذا كان من بلدك او من غير بلدك ايا يكن، جه اتريق عليك وغلط فيك وغلط في والدتك وغلط في اهل بيتك، مع احترامي للجميع، انت هيكون رد فعلك ايه؟ ده السؤال الاولاني. وما تقوليش انت بديت معاه عشان كده هو غلط فيك، لا، هو الموضوع كله انا انتقدته بادب، انا انتقدته بادب فرد عليا بقله ادب. خلاص، ده اختصار للكلام كله. طب السؤال بقى في الحمام، بسأل حضراتكم سؤال مهم جدا جدا جدا. اولا بالنسبه لغايه النش، الناس اللي نش حمام ويقول لك فرد الحمام الجدع. السؤال بقى هنا، فرد الحمام الجدع اللي لما بيتزنق او بيقطع غلط بيخلص نفسه، تمام؟ ده مجمع عليه تقريبا كل الغوايه، اللي يقول لك ده اجدع فرد حمام اللي بيتزنق وبيخلص نفسه، وانا معاكم. بس السؤال، هل انت دلوقتي فاتح 10 15 20 30 ايا يكن العدد اللي انت فاتحه، واتبقى منهم، لو افترضنا ان هم 20، فاتح 20، اتبقى من ال 20 19، 19 طلعوا واتبقى منهم واحد، 19 قطعوا طلعوا من المجال واتبقى واحد في المجال، تمام؟ والواحد ده خلص نفسه وجه، انهي اجدع؟ ال 19 اللي هم طلعوا كتف واحد كده مع بعض، ولا الواحد اللي اتبقى؟ تمام، لسه السؤال ما خلص. طيب اللي هو اتبقى ده، تمام، وخلص نفسه وجالك، ما عنديش اعتراض. لو هو خلص نفسه وجالك فانت ده انت مصنفه ان ده جدع، طب ما فيش مشكله. طيب انهي اجدع برضه؟ اللي بيخلص نفسه في العالي بيقطع في كبد السما في العالي من المجال في العالي، ولا اللي بينزل دوره مع ايه، مع اللي هو متبقي معاهم مع المجال او النشه اللي هو متبقي معاها؟ اللي بيقطع في العالي اجدع، ولا اللي بيقطع في الدوره بعد ما بينزل دوره مع الحمام وبيروح جاي قاطع ومسلك نفسه وجاي؟ انهي اجدع؟ تمام، انا ليا وجهه نظر، عايز بس ردكم على السؤال دواتي او السؤال الاولاني في التعليقات. وانا ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم وجهه نظري في الموضوع ده، ممكن تعجب ناس ممكن ما تعجبش ناس، بس كل واحد طبعا، الغيه والحمام دي مش قرآن، كل واحد ليه وجهه نظره، كل واحد ليه مدرسته. انا مدرستي اللي علمني الحمام هو الحمام، تمام يا رجاله؟ انا اللي علمني الحمام هو الحمام، حتى خبراتي اللي عندي او اي حاجه انا اتعلمتها سواء في لغايه النش او في الفرخ، الحمام هو اللي علمني ازاي اتعامل معاه، تمام يا رجاله؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، اتمنى ان محدش يفهمني غلط. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا ولا بيشغلني رينج القناه ولا مشاهدات ولا الكلام ده،
اقسم بالله انا ما فاضي، حتى انا ما بعملش فيديوهات كتير، ما بطلعش كتير في الميديا، فبالله عليك ما تظلمنيش، بالله عليك ما تظلمنيش. تمام. وانا اتمنى ان الراجل ده خليه في حاله وانا في حالي، وانتوا يا شباب يعني اشهدوا، لو انتوا بتتابعوه او بتتابعوني اشهدوا، انا مش هغلط فيه الا اذا غلط فيه. تمام يا رجاله. يعني نرمي الموضوع ده ورا ظهرنا، انا بالنسبه لي رامي الموضوع ده ورا ظهري ومش شاغل دماغي بيه خالص. تمام. اللي يهمني حضراتكم واحترامي لحضراتكم واحترام حضراتكم ليا، حتى لو في انتقادات ليا برضه على دماغي، بس انتقد بادب وبذوق وباخلاق، هحترمك وهرد عليك وهيبقى رايك دوتي فوق دماغي. تمام يا شباب. لو اول مره بتشوفنا اعمل اشتراك، ما تنسانيش في اللايك الجميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.